شكل الفيديو ده هيوديني في داهية. مطعم الحبايب ده جاي ينافس قصر الكبابجي، ما ينفعش يتفرج على المسلسل ده. مش عارفة ايه السوبيا الحلوة دي بصراحة. في حاجة مسخرة الناس لاحظتها، انا خايفة من اللي هقوله، دي غيرة بنات ومش عارفة ايه، حاجة تنقط. مش عارفة ليه محدش شايف اللي انا شايفاه، بس هقوله ولا يهمني. دول الناس اللي هم من ايجيبت. بشم ريحة المسلسل. انا النهارده في مكان حلو قوي، متحمسه ان انا اوريه لكم. لو عايز تاكل طاجن لحمه بالبصل، من الرز المعمر لطاجن العكاوي، ولا حمامه محشيه فريك، ويا سلام بقى لو معاهم شويه ملوخيه. تقولي اي وقت هعمل لكم احسن طبق بصاره بالتقليه. قالوا في الامثال ادي العيش لخبازه، انا خبازه. لو ليك في الاكل الشرقي هتدوق عندنا احلى اكل. تعالى مطعم الحبايب. اوعوا تفتكروا ان مطعم الحبايب ده جاي ينافس قصر الكبابجي منورين قصر الكباب، ولا جاي ينافس شو الملوخية. لا طبعا، المسلسل ده مش معمول لأصحاب القلوب الضعيفة تجاه الطواجن والحمام والرز المعمر وكل الأكل اللي بالسمنة البلدي واللغوصة. عمري ما كنت أتخيل إن هيجي اليوم اللي حد يسألني فيه عن رأيي في المسلسل اللي بتفرج عليه، فهرد عليه وأقول له بيجوعني. كل ما أحاول أتكلم عن المسلسل ألاقي نفسي بتكلم عن الأكل. طب أعمل إيه؟ حتى أسامي الحلقات عاملينها بأسامي الأكلات. تلاقي مثلا حلقة اسمها ملوخية ورز معمر، حلقة تانية طاجن بامية باللحمة، حلقة سوبيا حلوة. مش عارفة ايه السوبيا الحلوة دي بصراحة. المسلسل بياخدك في جو كده مختلف تماما عن المسلسلات التانية، بتاعت الست اللي اتطلقت والراجل اللي بيخون مراته والبنت اللي بتنتقم من اللي بتحبه. مفيش الكلام ده خالص. المسلسل بيحكي عن شيف مشهور كان بيعمل برنامج في التلفزيون، وبيقرر انه يفتح مطعم قديم كان وارثه من عيلته، فبيبتدي يجيب شيفات وطباخين بتوع الاكل الشرقي اللي على اصوله، حتى لو كانوا بيشتغلوا على عربية كبدة. انا ابتديت الشغلانه دي من وانا عندي بتاع 13 سنه. وبيخلي بنته الأمورة الغنية اللي متدلعة اللي ما بتعرفش تعمل أي حاجة تشتغل بالعافية في المطبخ بتاع المطعم، تساعد الطباخين في تقشير بصل، تغسل مواعين، يعني بالآخر كده بتتمرمط في المطبخ. بدايه العلام تقطيع بصل. فطبعا بتنهار من الشغل والناس اللي بتتعامل معاهم. انت ايه؟ مفيش احترام لحد؟ مش انا بتكلم معاكي؟ لا بقى ناس كتير قوي، واضح ان انت ليه ذوق ما بتعرفش تتعامل مع بنات. انا مالي، انا بنت ولا ولا ان شاء الله كلب، احنا هنا كلنا واحد. وبعدين بتلاقي كتاب قديم بتاع جدتها، مش كتاب عادي، بيكون كتاب سحري، حتى كده ألف ليلة وليلة وقصص خيالية. الكتاب ده بيطلع لها وصفات أكل سحرية وبتجرب تعملها. القصص دي أو الوصفات دي بتكون بصوت سوسن بدر، صوت دافي وجميل، تحس إن هو قريب لقلبك مع المزيكا وانت بتشوف الكتاب كده وهو بينور وبيكتب الوصفات، حاجة تاخدك في حتة تانية خالص. كفاية كده، نرجع بقى لأرض الواقع. أحمد مالك عمل شخصية واحد بتاع عربية كبدة بتفاصيله كلها، كلامه وحركاته حلوة قوي بصراحة. أنا اتفاجئت بيه، تصدق فعلا إنه بتاع عربية كبدة. المهم بقى، في حاجة مسخرة الناس لاحظتها، إن أحمد مالك وهو بيشتغل على عربية الكبدة لابس تي شيرت ده نورث فيس جوتشي. طبعا دول الناس اللي هم من ايجيبت. ليه بقى؟ علشان هم اصلا عارفين البراند الجامده دي، وهم نفس الناس اللي مش عارفين ان كل التيشيرتس دي متقلده وموجوده في العتبه على الرصيف وب200 و300 جنيه، ولو دخلتوا على الفيسبوك هتلاقوا منها بالهبل. هدى المفتي، وهنا بصراحه انا خايفه من اللي هقوله، بس هقوله ولا يهمني. انا مش بحب هدى المفتي، وبحس انها واقفه ودمها تقيل وشايفه نفسها بالزياده. طبعا في ناس هتقولك دي غيرة بنات ومش عارفه ايه، بس والله انا بشوف انها اموره وانا بحب شكلها جدا، بس مش بحس ان هي خفيفه كده. اعتقد ان هم اختاروها علشان لما طلعت مع احمد مالك في رامز جاب من الاخر كانت الحلقه ترند، والناس كلها كانت شايفه ان هم لايقين على بعض وان في كاريزما بينهم. بس انا بصراحه كنت احب ان هنا الزاهد هي اللي تعمل الدور ده، كانت هتمثله حلو وهتكون ألذ. بس بجد هموت وفي حاجه هتموتني وهتفرسني، ومش عارفه ليه محدش شايف اللي انا شايفاه. بالعكس، الناس في منتهى السعادة بيها. شكل الفيديو ده هيوديني في داهية، وفي ناس كتيرة ممكن تقول عليا طبقية أو متجردة المشاعر وقلبي حديد ومش عارفة إيه.
بس برضه هقول اللي نفسي فيه. هو يعقل ان واحده جميله وغنيه وساكنه في فيلا وكانت مخطوبه لواحد عنده عربيه جراند شروكي تحب واحد شغال على عربيه كبده؟ الدنيا بايظه، ما تبوظهاش اكتر من كده يا ما رحاب. يشغلنيش الكلام ده يا صبحي خالص. يا رحاب انت دخلت على اوضه النوم في انا ايه؟ عارف مين دي. ما انا هشرح لك. مساء الخير، بس الاكل على النار ممكن يتحرق، ويا ريت بفكرك يا شيف ان انا وانت بس اللي مسؤولين عن المطبخ النهارده. نسيت اعرفك، خطيبته. برافو. خلاص يا ده هيخلي الاكل ما يتحرقش النهارده. انت مالك اصلا؟ لا هو مالي، بالراحة. انا بنت صاحب المطعم اللي انت شايفاه ده. اوه، بنت صاحب المطعم شكلها كده. بتشتغلي مرمطونه يا بنت صاحب المطعم. يا رحاب مش احسن ما ابقى عواطليه وشبه عروسه المولد؟ الناس بقى منبهرين من الحب والاعجاب وبيقولوا دي عينيها بتنور لما بتبص له. اولا حاجه حلوه قوي انت شايفني حاجه حلوه. تاني حاجه انت شايفني رقيقه. رقيق. بصراحة مش هقدر أتكلم على انتصار أو إسلام إبراهيم وحمزة العيي، التلاتة بجد أحلى من بعض وشايلين المسلسل. بيومي فؤاد عادي جدا أو أقل من العادي. أحلى حتة ليه في المسلسل لما كان بيقابل الطباخين وبيجمعهم كل واحد من مكان. غير كده ما حسيتش بيه. بشكل عام حاسه ان المسلسل كان هيبقى ألذ لو موضوع الكتاب السحري ده كان فيه قصص واحداث ومغامرات اكتر من كده، ويكون فيه الغاز او حاجات لازم يكتشفوها. كانت نقلت المسلسل في حتة تانية خالص. ناس كتيرة شبهت المسلسل ده بفيلم كرتون اسمه الفار الطباخ، وقالوا ان هم واخدين نفس الفكرة والاحداث، بس أنا مش شايفة كده خالص. آخر حاجة، المسلسل ده عمل حاجة غريبة قوي، هو خلاني مش بس أتفرج عليه، لأ أنا كمان بحس إني بشم ريحة المسلسل. الطواجن بتاعته وهي طالعة من الفرن والحمام المحمر اللي بيلمع، أنا افتكرت أكل شرقي كتير كنت ناسياه وخلاني عايزة أكله. وكفاية كده كلام عن الأكل عشان أنا ابتديت أتوتر. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وقولولي إيه الأكلة المصرية قوي اللي كنتوا ناسيينها ونفسكوا تاكلوها. وكفاية كده عشان أتعب.